بيبدأ فيلم النهارده ببنت اسمها إليزابيث، والكلام ده كان سنة 1720. وبنعرف إن البنت دي هي بنت الملك، وكانوا موجودين على سفينة في نص البحر. وبتشوف إليزابيث ولد صغير على خشبة في وسط المية، وبتنادي على البحارة، وبنعرف إن الولد ده اسمه ويل. ولما بيطلعوه بيكتشفوا إنه لسه عايش بس مغمى عليه. وبتقرب إليزابيث منه وبتلاحظ سلسلة لابسها، وكان عليها علامة القراصنة، فبتاخد السلسلة عشان خافت يتقبض عليه. وبعد كام سنة وبتكبر إليزابيث، وكانت لسه محتفظة بالسلسلة، لكنها كانت مخبياها عشان محدش يشوفها. وبيدخل عندها ابوها الملك، وكان جايب لها فستان جميل، وبيطلب منها انها تلبسه في حفل ترقية القبطان رينجتون. وبتقيس إليزابيث الفستان وكان حلو قوي عليها. وبيظهر ويل بعد ما كبر، وبنعرف انه اشتغل حداد وبيصنع السيوف. وكان الملك طالب منه يصنع سيف عشان يديه هدية للقبطان العسكري رينجتون، وكان ويل جاي يسلم السيف للملك. وبتظهر إليزابيث وبيشوفها ويل، وكان مرتبك. وبناخد بالنا ان ويل معجب بيها وهي كمان معجبة بيه، لكن ويل كان بيعاملها بشكل رسمي عشان هي أميرة. وساعتها بتتضايق إليزابيث وبتسيبه وبتمشي مع الملك. وفي الوقت ده بيظهر قرصان، وكان جاي المدينة عشان يسرق سفينة، وكان اسم القرصان ده جاك سبارو. وبينزل وبيروح عشان يسرق السفينة، لكن الحرس بيوقفوه وبيرفعوا عليه السلاح. وفي نفس الوقت وكانت إليزابيث واقفة مع القبطان رينجتون، وهنا بيعترف لها القبطان ان هو بيحبها وعايز يتجوزها. وبدون مقدمات بتدوخ إليزابيث وبتقع من فوق وبتنزل في المية. وبيشوفها جاك وهي بتقع، وبينط في البحر بسرعة عشان ينقذها. وبيحصل حاجة غريبة، والسلسلة بتبعت إشارات ونبضات وكأنها بتنادي على حد معين. وبيقدر جاك ينقذها وبيطلعها من المية. وبيشوف السلسلة وبيستغرب قوي. وبيوصل عندهم الملك والقبطان وباقي الجنود، فبتقول إليزابيث ان الراجل ده هو اللي انقذها من الغرق. لكن القبطان بيمسك ايد جاك وبيوريهم علامة القراصنة، وبيعرفهم ان القرصان ده خطير جدا، وبيأمر الجنود انهم يحبسوه لحد ما يتعدم بعد كده. لكن إليزابيث بتتضايق وبتقرر عليهم ان هو اللي انقذ حياتها، وان ما ينفعش جزاؤه يبقى الموت. وفجأة بيهجم جاك وبياخد إليزابيث رهينة وبيهدد ان هو يقتلها، وبيخافوا عليها وبيزقها وبيهرب جوه المدينة. وبيضرب عليه الجنود بالنار لكنه بيجري. وبعد شوية بيلاقي نفسه جوه ورشة حدادة، ودي كانت الورشة بتاعت ويل وما كانش حد موجود فيها. فبيحاول جاك ان هو يفك الكلبشات وبينجح فعلا وبيفكها، لكن ويل بيظهر وبيفهم ان هو ده القرصان اللي بيدوروا عليه. وبيدخلوا مع بعض في قتال، وجاك كان ماهر جدا وبيقدر يتغلب على ويل وكان هيقتله، لكنه بياخد خبطة على دماغه من وراه، وده كان المساعد بتاع ويل. وبيوصل الجنود وبيقبضوا عليه، وبعدها بياخدوه على الحبس. ولما بيدخل الليل بتوصل سفينة غريبة على المينا، وفي ثواني ابتدت تضرب على المدينة بالمدافع، وكان الضرب جامد جدا. وهنا الكل بيسمع أصوات الضرب، وبيقوم جاك يشوف فيه ايه. ولما بيشوف السفينة بيقول ان المدينة دي خلاص انتهت، لان السفينة دي تبقى سفينة القراصنة الملعونة واسمها اللؤلؤة السوداء. وفي نفس الوقت وكانوا القراصنة بدأوا ينزلوا على المدينة، وكانوا بيخلصوا على اي حد في وشهم. وبيدخلوا على القصر عند إليزابيث، وبنعرف انهم بيدوروا عليها، وبتستخبى الأميرة وبينادوا عليها بصوت عالي. وبيقولوا القرصان ان معاها حاجة بتاعتهم، وان الحاجة دي هي اللي ندهت عليهم. وبالفعل بيقدروا يلاقوا الأميرة وبياخدوها معاهم وبيمشوا. وهنا بيشوفها ويل وبيعرف انها اتخطفت، وبيقرر ان هو يروح ينقذها، لكنه بياخد ضربة على دماغه وبيقع مغمى عليه. وفي الوقت ده كانت المدفعية لسه شغالة، وبيتضرب السجن بالنار وبتتفتح اكتر من زنزانة، وابتدى المساجين يهربوا، لكن زنزانة جاك كانت لسه مقفولة. وبيوصل القراصنة ومعاهم الأميرة على المركب، وبيظهر القرصان الكبير بربروسا. وبتقول إليزابيث انها مجرد خدامة، وبتقول اي اسم للعيلة، وقالت اسم عيلة ويل عشان محدش يعرف انها بنت الملك. وبتطلع السلسلة وبتهددهم انها ترميها في المية. وبيتصدم بربروسا اول ما بيشوف السلسلة، فبتعرض عليه انها تديله السلسلة بس يوقف هجوم على المدينة حالا. فبيوافق في ساعتها وبيوقف الهجوم، وهنا بتديله إليزابيث السلسلة. ولما جت تمشي عرفها بربروسا ان هو اتفق معاها على وقف الهجوم، لكن ما اتفقش معاها ان هو يسيبها تمشي. وبيقرروا يرحلوا من المدينة، وبياخدوا إليزابيث معاهم. وتاني يوم وبيفوق ويل وابتدى يفتكر اللي حصل امبارح، فبيروح جري عند الملك والقبطان وبيعرفهم على اللي حصل، وبيطلب منهم انهم يروحوا ورا سفينة القراصنة. لكن الملك بيصدموا ان القراصنة دول عبارة عن اشباح، وانهم مش هيعرفوا مكانهم. فبيقترح عليهم ويل انهم يستعينوا بجاك، لانه قرصان زيهم وبيعرف العابهم واماكنهم. لكن القبطان بيرفض وبيقول له ان جاك مسجون، وانه يفكر في كلامه ومركزه عشان هو مجرد حداد مش اكتر، وانهم هيتصرفوا ويروح هو يشوف شغله في الورشة. وبيمشي ويل لكنه بيروح عند جاك في السجن، وبيسأله عن القراصنة وعن السفينة. فبيرد عليه جاك ان دي سفينة اللؤلؤة السوداء، وان القرصان والطاقم بتاعها ملعونين ويعتبروا مش بشر. وبيفهم جاك من كلامه انه هو عايز يروح على السفينة، فبيقول له انه لو خرجه من هنا هيقدر يساعده. فبيوافق ويل وبيقدر يساعده ان هو يخرج من السجن. وكان فاهم ان ويل عايز ينقذ الأميرة إليزابيث، وبيروحوا عشان يسرقوا سفينة صغيرة عشان يبحروا بيها. وبنعرف ان القبطان مراقبهم وراح وراهم بسفينة كبيرة. وبيوصل بعد شوية على سفينة جاك وويل، ولما نزل على السفينة كان جاك عامل خطة، وبيقدر يستولى على السفينة الحربية بتاعتهم وبياخدوها وبيهربوا بيها. وبيحكي ويل جاك ان هو كان عايش مع امه،
وانها بعد ما ماتت جه على المدينة عشان يدور على ابوه. وبيفاجئوا جاك ان هو عارف ابوه وانه كان قرصان وصاحبه. فبيتصدم ويل وبيقول انه مستحيل ابوه يكون قرصان وانه بيكذب وان ابوه راجل شريف. وهنا بيمسكوا جاك وبيعلقوا على الشراع وبيعرفوا انه صدق او لا، فده مش هيغير حاجة من الحقيقة، وانه يفضل ساكت احسن ما يخلص عليه. وبعد شوية بيوصلوا على جزيرة وبينزلوا، وبيقابل جاك واحد صاحبه وبيطلب منه ان هو يجمع له طاقم عشان ناوي يستولى على سفينة اللؤلؤة السوداء. فبيضحك صاحبه وبيعرفه ان ده مستحيل وانه مش هيقدر يعمل كده ابدا. فبيقول له جاك ان هو معاه ويل ابن القرصان ترينر. ولما سمع صاحبه اسم ابو ويل فبيقول ان هو هيجمع له الطاقم في اسرع وقت. وبنروح عند الاميرة وكانت بتتغدى مع بربروسا، وبتقول له هو ليه حاجزها مع انه اخد السلسلة اللي هو عايزها. فبيرد عليها ان قيمتها كبيرة عنده ويمكن اكتر من السلسلة نفسها. وابتدى يحكي ان السلسلة دي عبارة عن قطعة ذهبية من ضمن 1000 قطعة زيها، وان هو ورجالته قدروا انهم يلاقوا الكنز ده زمان وصرفوا من الكنز كتير، لكنهم اكتشفوا ان الذهب ده ملعون، وان اي حد استخدمه هيتلعن للابد، وان كلهم ملعونين وبقوا خالدين وما بيحسوش بطعم اي حاجة حلوة حتى الاكل والشرب، وانهم بيتحولوا لهياكل عظمية مع ضوء القمر. وعشان يفكوا اللعنة لازم يرجعوا كل القطع الذهبية اللي اتصرفت. وانهم فعلا رجعوا كل القطع، وكانت اخر قطعة هي القطعة اللي معاها، لكن كده ناقص اخر حاجة لفك اللعنة وهي التضحية بدم بشري. وبيفاجئها ان هي الضحية اللي هيضحوا بيها. وهنا بتخاف إليزابيث وبتفهم كل حاجة، ولما بيدخل الليل بتحاول تهرب من على السفينة، لكن القمر كان طالع وكان باقي القراصنة متحولين لهياكل عظمية. وبيظهر بربروسا وبيتحول هو كمان، وبيشرب مشروب قدام الأميرة، وبتشوف إليزابيث كل اللي بيحصل معاه وكانت مذهولة. وتاني يوم الصبح وكان قدر جاك يجمع طاقم قراصنة للسفينة، وابتدوا في الإبحار على جزيرة الموت اللي كان بربروسا برضه رايح عليها. وبيروح ويل عند صاحب جاك وبيسأله عن ماضيه، فبيقوله إن جاك كان قبطان سفينة اللؤلؤة السوداء، وإن بربروسا وباقي القراصنة كانوا شغالين عنده، وإنهم في يوم لقوا كنز كبير. فبيتقلبوا عليه وسابوه على جزيرة مهجورة لوحده، وساب له بربروسا مسدس فيه رصاصة واحدة عشان يموت نفسه بيها. لكنهم اتفاجئوا بعد كده إن الكنز ده ملعون، وإن جاك الوحيد اللي ما صابتوش اللعنة عشان ما خدش ولا قطعة ذهبية. وفي ظروف غامضة قدر يهرب جاك من على الجزيرة، وقرر إنه ينتقم من بربروسا ويقتله بنفس الرصاصة اللي هو سابها له. وفي نفس اليوم وبيوصل جاك وويل على جزيرة الموت، وكان بربروسا حط القطعة اللي أخدها من الأميرة مع باقي القطع، وكان بيقول للقراصنة إنهم أخيرا هيتحرروا من اللعنة. وبيجرح إيد الأميرة كتجربة وبينزل دمها على الكنز، لكنهم بيتفاجئوا إن مفيش أي حاجة حصلت. وهنا بيعرف بربروسا إنها مش بنت ترينر زي ما هي قالت لهم، وده لأن ترينر كان قرصان معاهم وأخد من الكنز زيهم وبعدها اختفى، فكانوا لازم ياخدوا حد شايل دمه عشان اللعنة تتفك. وبيتعصب جامد وبيضرب الأميرة وبيحدفها بعيد، وكان في إيديها السلسلة. وابتدى يتكلم مع الطاقم وعلوا صوتهم على بعض واختلفوا. وطبعا كان جاك وويل موجودين وشايفين اللي بيحصل، وبيضرب ويل جاك على دماغه وبيقع مغمى عليه. وبيروح عند إليزابيث وبيفوقها وبياخدها وبيهرب بيها. وبعدين بياخد باله القرصان ان إليزابيث مش موجودة في مكانها، فبيأمر الطاقم انهم يدوروا عليها بسرعة. وهم بيدوروا بيتفاجئوا ان جاك موجود ولسه عايش، وهم كانوا فاكرينه مات على الجزيرة. وقال واحد منهم انه لازم جاك يموت، فبيقول لهم تمام وبيطلب ان هو يتكلم مع بربروسا الاول. وفي نفس الوقت بيوصل ويل على السفينة اللي فيها صاحب جاك وباقي الطاقم، وبيقول لهم انهم لازم يتحركوا دلوقتي وان جاك مات. وبنشوف صاحب جاك وكان زعلان عليه، وبتقعد الأميرة مع ويل وبتديله السلسلة، وبتعرفه انها لقت السلسلة دي معاه زمان لما لقوه في البحر. ولما بيسمع ويل الكلام ده بيزعل، وقال انهم كده كانوا محتاجين دمه هو، وان هو ابن القرصان ترينر. وهنا جاك كان وصل لاتفاق مع بربروسا، وهو انه هيسلمه ابن القرصان اللي شايل دمه وهياخد سفينة اللؤلؤة السوداء. وبعد ما وافق بربروسا بيرجع في كلامه وبيرفض، وبيقوله انهم هيطردوا السفينة بتاعتهم وهيمسكوا إليزابيث وياخدوا القطعة الناقصة وياخدوا كمان ابن ترينر. وبيأمر بحبس جاك وبيتحركوا فعلا ورا السفينة. وبعد شوية بيوصلوا عندهم وبيضربوا بعض بالمدافع وبتبقى معركة كبيرة، وبعد قتال جامد بيقدر بربروسا يهزمهم ويسيطر على السفينة. وفي الوقت ده وأثناء الضرب كانت القطعة الذهبية وقعت من إليزابيث. وهنا القرد بتاع بربروسا بيلاقي السلسلة وبيروح وبيوديها له. وبنشوف ويل كان محبوس في مخزن تحت والسفينة كانت بتغرق، وبيرجع بربروسا على سفينته بعد ما أخد السلسلة وأخد الأميرة، وبيفجر السفينة التانية اللي فيها ويل. وبتعيط الأميرة وبتهجم على بربروسا، لكنه بيضربها جامد وكان عايز يقتلها. وهنا بيظهر ويل وبيقول لبربروسا ان هو ويل ترينر ابن القرصان ترينر اللي هم عايزين دمه، وبيعرفوا ان هو هيسلمه نفسه لو افرج عن الموجودين. لكن هم بيتكلموا بيقدروا القراصنة يقبضوا على ويل، وبيروحوا على الجزيرة اللي رمى فيها جاك زمان. وبيقرر ان هو يرمي جاك، بس المرة دي معاه إليزابيث، وبيديله برضه طلقة واحدة وبياخد ويل معاه وبيمشوا. ولما نزلوا على الجزيرة بتسأله الأميرة هو ازاي عاش مدة كبيرة على الجزيرة دي من غير ما يموت، فبيقول لها ان هو اكتشف مخزن خمرة كبير وشرب منها براحته لحد ما اصحاب الخمور جم واخدوه معاهم وهم ماشيين. وهنا بتروح الأميرة عند المخزن وبتولع في الخمور وبتعمل حريقة، وبيطلع دخان كتير عشان اي حد معدي يشوف الدخان ويروح ينقذهم.
وبسبب ذكائها بيشوف الملك والقبطان الدخان وبيروحوا على الجزيرة. وكانت إليزابيث عايزة الملك يروح جزيرة الموت عشان ينقذ ويل، لكنهم بيرفضوا طبعا، والقبطان بيقول ان هو مجرد حداد ومش هيخاطروا عشانه. فبتقول الأميرة للقبطان انه لو عمل كده هتوافق على الجواز منه. فبيوافق القبطان بسرعة من غير تفكير. وفي الوقت ده كان بربروسا قرر يموت ويل وياخد دمه كله ويحطه في صندوق الكنز. وبنعرف ان كان اتفاق جاك مع القبطان ان هو يروح الاول لوحده عشان يخلي بربروسا يسلم ويل من غير قتال. وبيوصل بالفعل عندهم وكانوا مستغربين ازاي برضه قدر يخرج من الجزيرة. فبيقول جاك انه جاي يتعاون معاهم عشان يستولوا على سفينة الملك اللي واقفة بره الجزيرة. وساعتها يبقى بربروسا قبطان السفينة الملكية وهو ياخد سفينة اللؤلؤة السوداء. وعرفوا ان لو قتل ويل واتفكت اللعنة باقي القراصنة هيقتلوهم هما الاتنين. فبيقتنع بربروسا بالكلام وبيوافق، وبيروح القراصنة على السفينة الملكية وبيستولوا عليها فعلا. وفي الوقت ده كانت الأميرة هربت بمركب صغيرة من غير ما حد يحس بيها عشان تروح تنقذ ويل. وعلى الجزيرة وابتدى جاك وويل يواجهوا باقي رجالة بربروسا اللي كان عددهم صغير عشان الباقي راح على السفينة الملكية. لكن المفاجأة ان بربروسا بيطعن جاك وبيخلص عليه، لكن جاك بدل ما يموت بيتحول وبقى هيكل عظمي زيهم. وده لان جاك سرق قطعة ذهبية ساعة ما كان بيتفاوض معاه من شوية صغيرين. وبنشوف ويل وكان بيبارز قرصانه ومش قادر عليه، وبتظهر إليزابيث وبتساعده. وبيروح ويل وبيجرح ايده وبينزل الدم على القطعة الذهبية. وهنا بتتفك اللعنة من على بربروسا وباقي القراصنة. وبيضرب جاك على بربروسا بالنار بالمسدس اللي هو اداهوله، وبيخلص عليه في ساعتها بعد ما اللعنة راحت من عليه وبقى بشر عادي. وفي نفس الوقت بيرجعوا القراصنة لطبيعتهم وبيستسلموا. وبعد كام يوم وكان الملك حكم على جاك بالإعدام، لكنه قبل ما يموت بيتدخل ويل وبينقذه على آخر لحظة. وبيروح الجنود وكانوا عايزين يخلصوا على ويل، فبتظهر الأميرة وبتمنعهم وبتقول قدام الكل إنها بتحب ويل وإن لو حد عايز يقتله لازم يقتلها هي الأول. وهنا الجنود بينزلوا الأسلحة، وفي وسط الزحمة وبيجري جاك عشان يهرب وبينط في المية. وساعتها بيلاقي صاحبه جاي بسفينة اللؤلؤة السوداء وبيستقبلوه وبيرجع قبطان على السفينة. وبكده خلص الجزء الأول، واللي عايزنا نلخص باقي الأجزاء يقول لنا في التعليقات. سجل الفيديو ده أحمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس أحمد فؤاد.